أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذه الحلقة من الكلمات الجزائرية التي نحسبها لهجة وهي فصيحة، أحضرت لكم كلمة واحدة، وهي كلمة صوت، أي فعل صوت، يعني بمعنى ضرب. هذه الكلمة قد نحسبها لهجة، ولكنها فصيحة. إذا تكلمت بها أمام مصري أو سعودي أو عراقي أو شامي فإنه لا يفهم هذه الكلمة، مع أنها كلمة فصيحة. استعملها أحد الشعراء يسمى الشماخ في السنة الأولى للهجرة، وهو يصف دابته بمعنى ضرب، صوت دابته، أي أنه ضرب دابته. وذكرها الأزهري في كتابه في معجمه تهذيب اللغة سنة 370 هجرية، واستعملها أيضا في كتابه صاحب القلم السيال الكاتب المصري المنفلوطي. استعمل هذه الكلمة، فهي كلمة فصيحة من اللغة العربية الفصحى، وهي بمعنى ضرب. فالجزائريون يقولون صوت أي ضرب، ويقولون أيضا كلمة ضرب بمعنى الصوت. وإن كان في اللغة العربية كلمة ضرب تستعمل لها 140 معنى، أي تستعمل في 140 معنى. ففي القرآن الكريم ضرب الله مثلا قرية واضربوهن، كما جاء في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وإن كان الضرب هنا ليس بمعنى الضرب باليد المعروف، وإنما هو الابتعاد أو الهجران المفاصلة، يعني الابتعاد عن البيت. ويقال أيضا في اللغة العربية تأتي كلمة ضرب بمعاني أخرى كثيرة. يقول الشاعر مثلا: ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك الكتاب المنزل. نقول عن المرأة ضربتها الحيض، أي جاءتها الحيض. أي كلمة ضرب لها عدة معاني، وتأتي في اللغة مدققة. عندما نضرب بقبضة اليد نقول وكزه، عندما نضرب بالرجل نقول ركله، عندما مثلا نضرب على القفا نقول لطمه، عندما نقول مثلا ضربه بالعصا نقول جلده، وهكذا. وإذا جئنا إلى لهجتنا الجزائرية فنجد هنالك معاني أخرى لكلمة ضرب. فمثلا نقول إنسان مضروب، أي إنسان مجنون مهبول، إنسان معتوه. نقول أيضا عن الفاكهة أو عن البطاطا أو عن شيء من هذا القبيل أنه مضروب، أي أنه فاسد. البطاطا مضروبة، أي أنها فاسدة. نقول ضرب مثلا صحن من العدس بمعنى أكل، وهكذا. وهناك استعمالات كثيرة ممكن تفيدوننا بها حتى نثري لهجتنا واستعمالنا لهذه الكلمات. وأكتفي بهذا القدر، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.